منذ القرن السادس عشر، فرضت على جميع دول أوروبا، باستثناء فرنسا وروسيا وبروسيا، دفع إتاوات مذلة لصالح الأشراف المغاربة. صحيح أن إنجلترا لم تخضع لها بشكل علني، لكن القنصل التابع لها في طنجة لا يزال يدفع كل عام 10,000 دورو حضوريا لوزراء الإمبراطور. دفعت إسبانيا 10,000 دورو سنويا، و12,000 عند كل تغيير للقنصل. النمسا 10,000 سكوينة في السنة. هولندا 15,000 دورو. الدنمارك 25,000. السويد 20,000. الولايات المتحدة 15,000 دولار. حتى توسكانا، سردينيا، وصقلية أحضروا معهم أيضا دفعتهم. ولكن منذ معركة إيزلي، أبلغ غالبية القناصلة الأجانب وزراء عبد الرحمن أن حكوماتهم لم تعد ترغب في دفع أي جزية، بغض النظر عن عنوانها. العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والقوى المسيحية. جميع الدول المسيحية، باستثناء بروسيا وروسيا التي لم تظهر بعد على سواحل إفريقيا، وفرنسا التي غالبا ما ضحت بمصالحها من أجل كرامتها، وافقت منذ القرن السادس عشر على دفع الجزية لإمبراطور المغرب، لأجل ضمان قدر من الأمان أثناء التنقل عند المصب الخطير للغاية لنهر العرائش وسلا ومعمورة. كانت سفن إمبراطور المغرب معتادة على قضاء الشتاء في العرائش، لكن هذا الميناء، مثله مثل جميع الموانئ الأخرى على الساحل، مليء بالرمال بشكل أو بآخر. يبدو هذا الظرف لكاتبنا جديرا جدا باهتمام القوى البحرية في أوروبا، الذين قد يزعمون تحرير أنفسهم من الجزية المخزية التي يدفعونها لإمبراطور المغرب، على الرغم من أن القوات البحرية تبدو في حال يرثى لها، ولا يمكنها بناء سفن جديدة أو إصلاح السفن القديمة.